النهارده هنعمل اشطوطه الترند اللي مكسره السوشيال ميديا او التريليتشا الايطاليه. حاجه كده ناعمه وبتدوب في البق دوبان، بتتباع في اشهر المحلات باسعار خزعبليه. النهارده هنعملها بكوبايه الا ربع دقيق، حاجه كده لذيذه وناعمه وبتدوب في البق دوبان. مهما وصفت لكم في جمالها وحلاوتها، بجد احلى كيكه انا عملتها في حياتي. بس قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى تشتركوا في قناتي اسمها مطبخ ناهد فاروق، ويا ريت تفرحوني بلايك حلو منكم للفيديو الجميل ده. النهارده هنستخدم في وصفتنا 4 بيضات. البيض اللي انا استخدمته كان حجمه متوسط، لو عندك بيض كبير ممكن تكتفي ب3 بيضات. حطيت عليهم فانيليا، انا بحب استخدم الفانيليا السايله علشان ريحتها قويه. والنهارده انا هستخدم المضرب الكهربائي، وقبل ما تستخدموا المضرب كل مره بقول لكم اتاكدوا ان هو ناشف ما فيهوش ميه ونضيف. هنشتغل الاول على سرعه واطيه وبعدين هنعلي السرعه، وهنشغل المضرب حوالي دقيقة واحدة بس، وبعدين هنبتدي نضيف السكر. وانا استخدمت النهاردة نص كوباية بس من السكر الحبيبات، واستخدموا سكر يكون لونه فاتح علشان الكيكة يطلع لونها فاتح معاكم. بنضيف السكر شوية شوية واحنا مستمرين في عملية الخفق. زي ما انتوا شايفين كل شوية القوام بيتقل معايا لغاية ما هيبقى كده كريمي خالص ولونه فاتح. ولما ارفع المضرب كده بيديني الخيط ده اللي هو بيبقى شكله كريمي. بعدين انا كان عندي كوبايه الا ربع من الدقيق، او كوبايه الا تلت بالتحديد، كوبايه الا تلت بالظبط. حطيت فيها ملعقه كبيره من البيكنج باودر وذره ملح، وبضيفها شويه شويه كده وانا مشغله المضرب على اول سرعه، اللي هي السرعه البطيئه جدا جدا، علشان احافظ على كميه الهواء اللي انا دخلتها جوه البيض. بنفضل مشغلين المضرب، والايد التانية بنضيف بيها الدقيق شوية شوية. ما تضيفوش الدقيق كله مرة واحدة علشان ما يبوظش الهواء اللي احنا دخلناه، فبالتالي هيخرج منه. بنضيف الدقيق شوية شوية، وبعدين بنضيف ملعقة كبيرة من الخل. الخل بيديني هشاشة كده وارتفاع، وكمان بيخلي العجينة برضو لونها فاتح. يعني في النهاية الكيكة هيبقى معانا كده لونها فاتح. لما ارفع المضرب هلاقيه بيعمل الخيط اللي قدامكم ده، ولا هو خفيف ولا هو تقيل، بيكون وسط. بعدين انا كان عندي الصينيه بتاعتي مقاس 28، دهنتها كويس جدا بالسمنه او بالزبده زي ما تحبوا، وبعدين بطنتها بالدقيق، وبعدين ضفت فيها الخليط بتاع الكيكه. ونزلوا طبعا الخليط كله كده وسووه كويس في الصينيه. ما تقلقوش، انا عارفه ان مقاس الصينيه كبير، لكن الكيكه هتبقى بعدين مرتفعه. خليكم بس مكملين معايا للاخر. رجيتها كويس كده عشان تتوزع، واديتها خبطتين علشان اطلع فراغات الهواء، وبعدين دخلتها على فرن ساخن على 180 درجه في الرف العلوي. دلوقتي هنعمل الكريم شانتيه، وهو الطبقة التانية. انا ضفت 6 ملاعق كبار من الكريم شانتيه الخام اللي هو بدون سكر، وبعدين جبت نص كوباية من المية دي كانت متلجة في التلاجة عشان تديني قوام تقيل للكريم شانتيه، وقلبت فيها ملعقة ونص من السكر، لان زي ما بقول لكم انا استخدمت كريم شانتيه خام يعني ما فيهوش سكر. لو انتوا هتستخدموا كريم شانتيه فيه سكر مش هتضيفوا سكر. هنفضل كده نخفق في الكريم شانتيه لغاية ما قوامه يتقل تمام كده زي الفل. وعايزه اقول لكم ال6 ملاعق دول كانوا مناسبين تماما. بعدين انا اخدت ملعقتين كبار من الكريم شانتيه ده، يعني اخدت ملعقه ونص وبعدين ضفت نص ملعقه تانية، وضفتهم كده في كيس تلاجة عادي كده صغير، يعني مفيش داعي تشتروا كيس للكريم شانتيه مخصوص ولا حاجه. وهخليه على جنب كده، هقول لكم انا هعمل بيه ايه. هقطع منه حته كده وهزوق بيه الكيكه. الكيكه اخدت معايا في الفرن حوالي، بصوا، بتاخد من 20 دقيقه ل 25 دقيقه يعني بالتحديد، مش اكتر من كده، لان دي كيكه اسفنجيه ما فيهاش اي ماده دهنيه. هحطها على الرف العلوي اللي هو اعلى رف في الفرن، على درجة حرارة 180 زي ما قلت لكم. واخدت معايا بالظبط في الفرن 23 دقيقة بالظبط. هخرجها من الفرن وهستنى لما تهدى، وهعمل فيها شوية ثقوب كده بعصاية الشيش طاووق. وبعدين كان عندي كوباية ونص من الحليب. الحليب ده متلج يعني ساقع مش سخن، لان لو حطيتي الحليب وهو سخن هتعجن معاكي. وما تضيفوش اكتر من كوباية ونص من الحليب ارجوكم، كانت الكمية مناسبة جدا، لاني بشوف ناس بتضيف كوبايتين و3 لا هتبقى معجنة معاكم خالص. وضيفوا الحليب بعد ما الكيكه تهدى، مش وهي سخنه وخارجه من الفرن. هنا انا هبتدي اعمل صوص الكراميل. جبت طاسه حطيت فيها كوبايه مليانه من السكر، وجبت كوبايه حطيت فيها ملعقه ونص من النشا.
علشان يديني قوام جميل للكراميل، بس مش هضيفه دلوقتي، هركنه على جنب. بنخلي السكر على نار هاديه، ما تعلوش النار علشان السكر ما يتحرقش، وكمان ما يبقاش طعمه ممرر. اول ما يدوب خالص خالص معاكم السكر، هتضيفوا الكوبايه دي، كوبايه مليانه من الميه وفيها ملعقه ونص متدوبه من النشا. اول ما هتضيفوها ما تتخضوش ولا حاجه، ده الطبيعي ان السكر هيتكتل، لان طبعا حاطين عليه حاجه بارده وهو كان سخن جدا وبيغلي. فهنستمر في التقليب بالراحه، وهنضيف طبعا نص كوبايه تانية، يعني التوتال انا ضفت كوبايه ونص ميه متقلب فيهم ملعقه ونص من النشا. هفضل اقلب فيه كده لغايه ما يدوب خالص معايا السكر ويبقى بالشكل ده. هركنه على جنب، مش هستخدمه ابدا وهو سخن. بعد ما بردت خالص الكيكه، يعني هستنى لما تبرد خالص، ما ينفعش احط الكريم شانتيه عليها وهي سخنه علشان ما يسحش. هبتدي اوزع الكريم شانتيه على الكيكه. وخلوا بالكم وانا بوزع الكريم شانتيه، حابه الفت نظركم لحاجه، انا محبتش احذف المقطع ده علشان انا بحب اقدم لكم كل حاجه بمنتهى الصدق والامانه. كانت بتطلع شويه كده بوش الكيكه، فانا علشان اتخلص من الموضوع ده كنت بحط السباتيولا دي في طبق فيه ميه على جنب، فده كان بيخلي الكريم شانتيه ما يلزقش وما يطلعش من على الكيكه. شايفين؟ كل شويه بحط الاسباتيولا اللي في ايدي دي في طبق ميه جنبي، ابلها كده وارجع اسوي بيها. الطريقه دي بتخلي الكريم شانتيه متساوي خالص، ما بيمسكش خالص في الاسباتيولا ولا بيغلبك وانتي بتسويه. في الاخر خالص هنضف كده الصينيه بمناديل ورق علشان يبقى شكلها حلو. وبعدين هجيب صوص الكراميل. بصوا انا حطيت ايدي فيه اهو عشان تتاكدوا ان هو كان بارد. طبعا ما ينفعش احطه في التلاجة عشان ما يبقاش كتله واحده كده ويتجمد. انا كنت حطيته في المطبخ وسبته لما يهدى خالص، وبعدين هوزعه كويس فوق طبقه الكريمه لغايه ما يبقى كده مغطي كل الصينيه. والكريمه اللي ما توزعوها لازم توصلوها كده لجدران الصينيه علشان لما تنزلي الكريم شانتيه ما ينزلش في الحتت اللي هي فيها فراغات. فاكرين الكيس اللي احنا حطينا فيه ملعقتين الكريم شانتيه؟ انا عملت فيه ثقب بسيط كده، وابتديت اعمل الخطوط دي رايح جاي على الصينيه علشان اعمل الشكل النهائي الجميل اللي شفتوه في بدايه الفيديو. عايزين تضيقوا الخطوط دي اكتر من كده برضو ضيقوها براحتكم خالص، انا عارفه ان انتوا فنانين ومبدعين وهتعملوها اصلا احسن مني. الخرمه اللي انا عملتها في الكيس بتاع الكريم شانتيه ممكن تعملوها ارفع من كده برضو لو انتوا حابين. جبت العصايه بتاعه الشيش تاوك وابتديت اخد الخطوط كده عكس عكاس، يعني واحد رايح واحد جاي. بس كل مره كنت بمسح طرف الخشبه دي او العصايه دي في منديل ورق علشان ما لخبطش باقي الكيكه. شكلها بيبقى ظريف جدا جدا زي اللي بنشوفها طبعا في المحلات. شكلها حلو جدا، لذيذة جدا. شكلها لأول وهلة شبه الكيكة اللي احنا عملناها قبل كده اللي هي كيكة الكريم كراميل، بس دي مميزة وأخف منها. برضو التانية كانت لذيذة جدا، بس فكرة اني أسقي الكيكة بالحليب دي بتخلي الكيكة كده ناعمة ناعمة بشكل لا تتخيلوه. مهما حكيت لكم الكيكة دي ناعمة قد ايه مش ممكن هوصف لكم الصورة، انتوا لازم تجربوها فعلا فعلا وانتوا هتحكموا بنفسكم. أجمل وأروع كيكة ممكن تعملوها في حياتكم حرفيا. انا عملت معاكم كيكات كتير لكن بصراحة الكيكة دي تفوقت عليهم كلهم. بصوا هي مش مستحملة اصلا. شايفين؟ انا قصدت اقطعها معاكم لاخر حتة في القطعة علشان اوضح لكم الصورة شكلها ازاي، وحاسة برضو ان الكاميرا ظلمة الكيكة بصراحة. في الطبيعة هي زي الاسفنجة، عارفين لما تكون في ايدك كده اسفنجة؟ هي انعم من الاسفنجة واطرى من الاسفنجة، وريحتها لما حطيت عليها الحليب ريحتها رائعة رائعة بمعنى الكلمة. هقطع لكم برضو حتة من اللي هي في الصينية. بصوا بقى ولا بتمسك في الصينية ولا اي حاجة. في النهاية عايزة اقول لكم بمنتهى الصدق والامانة دي اروع كيكة انا عملتها في حياتي. مهما وصفت لكم مستحيل اوصف لكم جميلة قد ايه. بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم، ويا ريت تفرحوني بلايك حلو منكم علشان الفيديو يوصل لكل الاصدقاء والكل يستفيد معانا. بحبكم جدا جدا.